الجامعات والكليات والمدارس والدراسة كلها راجعة، فخليني اقولك الاساسيات اللي هتبقى معاكي في شنطتك والحاجات اللي هتستخدميها طول الترم عشان خاطر تنجحي بتفوق. ومش كده وبس، انا هقولك خطوات وحاجات ساعدتني طول الترم ان انا اقدر انظم وقتي ما بين الكلية والشغل والهوايات اللي انا بحب اعملها، ونجحت بتفوق الحمد لله. كيب واتش. دايما للكلية بيبقى معايا شنطتين. الشنطة الأولى بتبقى خفيفة للمحاضرات البسيطة، يعني محاضرتين 3 كده. أما الشنطة التانية بتبقى للأدوات بتاعة المعمل أو لما بحتاج اللابتوب معايا. 4 حاجات أساسيين بيبقوا معايا في أي شنطة فيهم. والشنطة دي بتبقى فيها الأدوات الشخصية بتاعتي، يعني عشان خاطر بطول في الكلية زي الصن بلوك عشان أقدر أغيره كل ساعتين، بادي سبلاش بتاعي، كريم الايد لان في الورش والمعامل الايد بتنشف جدا فبحاول ارطبها، ووايبس عشان خاطر لو اكلت في الكلية، ومناديل عادية يعني تحسبا للظروف اي حاجة تحصل في الكلية. والشنطة دي مهمة جدا ومقدرش استغنى عنها خالص. تاني حاجة اكيد المقلمة، باخد فيها قلمين جاف تحسبا، يعني قلم اسود وقلم احمر، وقلم رصاص للرسم وقلم رصاص عادي، والالوان بتاعه المذاكره، وكوريكتور وسنون القلم، واستيكه دي اخيرا. الشنطه دي مهمه بالنسبه لي، باخدها من الشنطه للمكتب على طول لما بذاكر. شنطه السماعه دي اختياري، دي بتاعه مجوهرات قديمه بتاعتي انا استخدمتها عشان تحافظ لي على السماعه في الشنطه. كده هتبقى شنطتي جهزت. بحط فيها اللابتوب، كراسة اكتب فيها محاضراتي، واجندة اكتب فيها ملاحظات اللي محتاجة اعملها، والآلة طبعا ما بقدرش استغنى عنها. الناحية التانية بحط الشنطة بتاعتي الصغيرة والمقلمة وشنطة السماعة وازازة مية. باخد معايا فلاش احتياطي عشان لو عاوز انقل حاجات من كمبيوتر الكلية لللابتوب بتاعي. ال4 حاجات دول بيساعدوني ان اقدر انظم حاجاتي ويومي والمذاكرة بتاعتي ومحاضراتي في نفس الوقت. كليبسات الورقة مهمة بالنسبة لي جدا، بتساعدني احافظ على الورق من غير ما ورقة تضيع كده في النص وانا مش حاسة بيها. اما دبابيس الورق دي بستخدمها لما بيبقى عليا assignment محتاجة اديه للكلية. وطبعا الكراسة اللي برجع انقل فيها محاضراتي بشكل منظم واللي اقدر اذاكر فيها. ميزة الكراسة دي ان فيها الكليبسات اللي بتساعدني اطلع اي ورقة محاضرة انا محتاجاها بسهولة واقدر ارجعها مكانها تاني. الصندوق الصغير ده بحط فيه الحاجات الصغيرة اللي بخاف انها تضيع مني زي الاساتك، الفلاشة او دبابيس الورق. طبعا السبورة دي مش مهمة، نقدر نستبدلها بالورق. اهم حاجة الجدول المفروض نمشي عليه يبقى قصاد عينينا. بستخدم 3 الوان مختلفين وبعمل الجدول على طريقة 3 2 1، ومعناها اني بعمل الجدول بتاع الشهر وبعد كده الجدول بتاع الاسبوع والجدول بتاع بكره. اضافة ان لو في اي حاجة اكسترا حبيت اضيفها بكتبها على جنب عشان ابقى عارفة ايه المفروض اضيفه كمان. كده انا قلت لك كل الاساسيات اللي هتحتاجيها طول فترة الدراسة والترم، والحاجات الاساسية اللي لازم تبقى في شنطتك سواء انت في الكلية او في المدرسة. وما تنسيش ان كل كلية بتفرق عن الكلية التانية، فممكن في اساسيات تانية هتحتاجيها زي ادوات المعمل او ادوات الكلية. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب الاساسيات بس عشان خاطر نساعد اهلنا خلال الظروف الصعبة المادية اللي احنا بنمر كلنا بيها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجايه، وانشروا الفيديو مع صحابكم عشان خاطر هم كمان يستفادوا. اشوفكم الفيديو الجاي.